السلام عليكم. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل الأحوال في نهار جديد ومع وصفة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم أولا الوصفة ديال اليوم غتكون هي لي شوسون. المهم بنفس الطريقة اللي كيديروا الناس كاملين ونفس الحشوة. المهم عندنا حشوة وحدة اللي كتدار في كاع الوصفات وكطريقة. كما كتشوفوا أنا بديت بالعجين، درت طحين، درت معاه واحد بيض بيضة، ودرت معلقة صغيرة ديال الخميرة. معلقة صغيرة ديال الخميرة، وكندير معلقة صغيرة ولا عندكم ميزانكم ديال الملحة، والزيت النباتية ولا الزيت المائدة كنديرو 3 ديال المعالق كبارين، وعاد كنخلطو بماء عادي، ماشي ضروري يكون دافي. المهم خليكم مع الفيديو حتى الاخير، راه الفيديو كيوضح الطريقه وكيوضح كاع الخطوات اللي كندير. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، وما تنسونيش بواحد اللايك وشي كومونتير زوين وابوني بالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناوش في لاشين. وفرجه ممتعه. كنخليو العجينه كترتاح، ودابا غندوزو للحشوه. بالنسبه للحشوه انا درت الفلفله والبصله والفلفله وخيزو. بغيتو تزيدو الكورجيت ولا تزيدو الثوم ولا تزيدو كفته ولا الدجاج لبان، المهم نتوما عندكم كديروا وكتشحروا كيما غيوضح لكم الفيديو. وبالصحه والراحه. وبالنسبه للفرماج يمكن لكم ديروا اي فرماج عندكم متوفر. انا دايره هاد الفرماج المثلث، دايره 2 حبات. يمكن لكم ديروا فرماج مربع اولا فرماج محكوك اولا موتزاريلا، المهم شنو اللي عندكم.
من بعد ما سالينا التعمار ديالنا كنستفوهم في اللاطا، وكندهنوهم بشويه ديال صفر البيض، وندردرو عليهم شويه ديال الزنجلان، كندخلوهم الفران على درجة حرارة 180 درجة. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى تكون عجباتكم الوصفه ويكون عجبكم الفيديو. متنساونيش باللايك وشي كومونتير والاشتراك في القناه بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، وفي فيديو اخر ان شاء الله ومع وصفه اخرى ان شاء الله.